أمام نافذة بيته الطيني في قريته الصغيرة، أخذ جوان يتأمل حقول القمح المحصودة، وكيف كان العمال يحملون الأكياس المليئة بالقمح وهم يأنون تحت الحمل وحر الصيف يبلل العرق ثيابهم، وكذلك كيف كان الرعاة يسارعون لأخذ أغنامهم لتصطاد سنابل كانت ألسنة الحصاد قد أغفلتها. أما أهل القرية فيملؤونها ضجيجا وهم يأخذون أكياسهم الفارغة على الدراجات النارية والعربات الصغيرة إلى حقولهم بانتظار دورهم. لا يهتمون لحرارة الشمس التي تحرق الوجوه. أما الآخرون فقد التجأوا إلى ظل أحد البيوت وقد افترشوا الأرض وهم يشربون الشاي ويتناقلون أخبار الإنتاج في القرى المجاورة التي لا تبشر بالخير. ومع ذلك فهم يمنون النفس بخير وفير، بعضهم واثق من محصوله فسنابله ممتلئة وفيها الكثير من الحب، وبعضهم الآخر تراه يائسا قبل الحصاد فسنابل حقله ضعيفة قد أخذ منها المرض ما أخذ. وجميعهم مثل جوان يتابعون الحصادة كيف تسير بسرعة ملتهمة القمح لتكمل دورة كاملة حول الحقل كله، فلا تضع على الأرض سوى كيسين شبه ممتلئين، وصاحب المحصول لا يفارقها، وكأن وجوده سيجعل السنابل تتكاثر. يضع يده على خصره وينزلها ثم يعيدها كما كانت، متحيرا لدرجة أنه لا يهتم لأشعة الشمس التي تسقط على رأسه عموديا. يبدو أن محصوله لن يوفي ديون البذار والسماد والجرار، حتى أنه لا يتحرك عندما تمر الحصادة من جانبه وتغمره بغبارها. في هذا الصيف الذي أكل الكثير من حصة الربيع الزمنية، فلم ينعم به القرويون وهم بانتظار المطر الذي يأتي بالأمل. هكذا حال الفقراء، حتى الربيع لا يعد من الفصول التي تجلب السعادة لهم. لم يحس جوان بأنه أنهى لفافة التبغ التي كانت بيده حتى أحرقت أصبعه، فرماها ليلف أخرى على عجالة، مصرا على متابعة الحصادة. في قتالها مع السنابل وحرص السائق ألا يدع أي سنبلة تفلت من حصادته، خاصة وهو يرى صاحب المحصول كيف يتأفف تارة ويتضرع إلى ربه تارة أخرى، ويصرخ على الصغار الذين جاءوا بأغنامهم إلى حقله ولم يصبروا حتى تنتهي الحصادة من عملها، فيطالبهم بالابتعاد قائلا: بيتي يحترق وأنتم تريدون إشعال سجائركم بحرائق أخرى. يتساءل أهل القرية عن شح الأمطار وندرتها في السنوات الأخيرة، بينما كانوا سابقا يتمنون أن يروا الشمس وهم في فصل الشتاء، فيقطع أحد المسنين تساؤلاتهم بالقول: إن الله يمتحننا ويعاقبنا. في الماضي كان الخير وفيرا لأن الرحمة كانت موجودة بين البشر، فهم يساعدون بعضهم البعض ولا يضر أحدهم بالآخر، وكان الجار لا ينام إن كان جاره مريضا أو جائعا، وكان الناس لا يأكلون مالا حراما ويقرضون بعضهم بعضا بدون فائدة، والصغير يحترم الكبير. وكانت الزوجة إذا تخاصمت مع زوجها وخرجت من بيتها إلى بيت أبيها يلحق بها زوجها ويزيح الغطاء عن رأسها، فكانت تجلس وكأن مصيبة قد حلت بها، فتعود مع زوجها إلى بيتها. أما الآن فكل شيء قد تغير. الأخ لا يرحم أخاه،
والصغير لا يحترم الكبير، والناس لا يتعاملون إلا بالربا والفائدة. والفتاة إن وضعت غطاء على رأسها يستهزئون بها ويرونها متخلفة، والزوجة تخرج من البيت دون إذن زوجها، حتى طعم الأكل الذي نأكله تغير، والهواء الذي نستنشقه تلوث. وبعد كل هذا تتساءلون عن شح الأمطار. إيه، الحمد لله الذي لا يرسل طيورا ترجمنا بحجارته، فنحن نستحق ذلك. للمرة الثانية يحرق جوان إصبعه، إذ لم يشعر بأن لفافة التبغ الثانية قد انتهت أيضا، ولعله يريدها أن تحرق إصبعه لينسى النار التي تحرق جوفه وتشل تفكيره وتجعل النوم يهرب من عينيه كهروب النوم من عيني العاشق الذي يكابد آلامه وأحزانه في جوف الليل، ولكن عبثا يحاول طي سنين ممزوجة بالبؤس والأمل. يبدو ذلك في طريقة سحبه للدخان إذ يملأ به سطره ويبقيه داخله. لعل هذا الدخان يخفي جروحه العميقة، جروحه التي تعتقت فغدت مثل عنب لم يقطفه أحد ليسقط من تلقاء نفسه، فمحال أن ينسى الجريح جرحه.